ترامب خاربها بره والدنيا عماله تتقسم وكل حاجه عماله تولع، وانت قاعد تتفرج لي هنا على شويه عيال هبله عماله تعمل ترندات هبله زي عيله الاحبه بتاعت كروان والناس دي. ما علينا، المهم ان احنا جايين نتكلم النهارده عن ترامب واللي بيعمله في البلاد اللي حوالينا. شوف يا صالح، اليومين دول بما انك راجل ممكن ما تكونش متابع قوي او غير ملم قوي او مش فارق معاك قوي، بس احب اقول لك زي كل مره ده هيفرق معاك صدقني، لانه بيأثر على الاقتصاد بتاعك او بيأثر على البلد بتاعتك وهكذا. فايه اللي بيحصل؟ تعال اقول لك سريعا. اليومين دول رئيس دونالد ترامب بعيدا بقى ان هو بيحاول ان هو ياخد اراضي مش بتاعته وياخدها بالعافيه بلطجه زي ما عمل كده وخطف رئيس فنزويلا، يعني بلطجه هو ومراته من ام البيت، فاهم؟ تحس ان هو راح يخطف عيال من البدرشين، فعادي دخل عدى الحدود وعدى القصر وعدى كل حاجه، وخد رئيس جمهوريه من بيته وقعد بيه، فاهم؟ عادي، وخد البلد وبقى هو اللي بيحكم ايه؟ فنزويلا. مين الحاكم يا نجم؟ انا الحاكم، انا ما تاني، انا اللي هحكم عادي. دي كانت اول لقطه. حلو، ومحدش كلمه، محدش عارف يكلمه، مفيش اي كلب عارف يفتح بقه معاه خلاص، ولا حد مش عارف يعمل اي حاجه، والراجل اتحبس خلاص واتسجن رئيس فنزويلا. يلا بنويا ديزل انت بقى مع نفسك، فاهم؟ فدي كانت اول حركه. طيب يسكت؟ لا يسكت يا باشا، انا مش عوايدي، فاهم؟ مش عوايدك، لا مش انت، لا مش انت. فراح قال لك طيب انا يا جدعان والله بفكر في موضوع كده بصراحه، الحته بتاعت جرينلاند اللي هناك دي انا عايزها. طب ايه حته ايه الارض بتاعت جرينلاند؟ ايه قصه جرينلاند؟ جرينلاند يا سيدي دي ارض او جزيره تابعه لدوله الدنمارك، يعني الدنمارك هي اللي بتحكم الارض دي او بتمتلك الاهليه ان هي تتحكم في الارض دي. طيب ترامب يسكت؟ لا طبعا لك عادي. على فكره انت اساسا الدنمارك، اساسا الناس اللي ساكنه في الدنمارك يعني بيقولوا يعني ان دي ارضهم. يعني انا شايف ان الناس دي ولا ارضهم ولا حاجه، هم جم من 500 سنه، جم بمركب نزلوا هنا وقال لك دي ارضنا، عادي يبقى عادي مش ارضكم، مش قصه يعني. فراحوا طبعا الامريكان متريقين عليه وردين عليه، لو طب يا عسل، طب ما احنا نفسنا احنا نفس القصه كلاكيت تاني مره. فانا نفسي جيت، انت كامريكاني اساسا هي دي مش قارتك. يعني الامريكان اساسا لو تعرف الاصل بتاع الامريكان ايه، الامريكان اصلهم ايه؟ اوروبا وافريقيا، شكرا، ده اصل الامريكان، اوروبا وافريقيا. التانيين اللي كانوا عايشين هناك كانوا الهنود الحمر، الناس ليهم ارضهم وليهم كل حاجه وليهم شعبهم وليهم ده بجد، وذبحوهم وقتلوهم ورموهم في الزباله وخلاص عادي، وخدنا الارض وكله يفرح وبتاع وزي الفل. فطبعا بدا الشعب الامريكي ان هو ايه؟ يثور بقى على الحركات القرع اللي انت بتعملها ومخلي شكلنا ايه؟ وحش بره. يسكت؟ لا. راح بقى المعلم، وطبعا ده ما بيتكلمش عليه كل وسائل الاعلام العربيه، معرفش ايه القصه، فاهم؟ متكتم عليه شويه، بس الله اكبر عليها الصين بقى والتيك توك ما شاء الله، يموت ويفضح امريكا، بيعزوا امريكا قوي. فطبعا بينزلوا هنا بقى لهم فتره ان الشعب الامريكي فيه مظاهرات بالهبل دايره هناك، وفي فرقه او بمعنى ادق جزء من الداخليه اللي هناك او الجيش او اللي هم بيحرسوا الحدود او الكلام ده كله، المهم ان هم قوات خاصه بعيده تماما عن القوات. اللي انت ما تعرفش ان الولايات المتحده الامريكيه كل ولايه ليها قانون وليها جيش وليها نظام وليها كل حاجه، يعني تحس كل ولايه هي بلد خلاص، يعني وليها حاكم وكل حاجه. هتقول لي طب ده ايه علاقته بالرئيس؟ دي قصه ابقى اشرحها لك بعدين، اكتب لي في كومنتات وانا هبقى احكي لك. بس اللي حصل ان في ولايه او مش ولايه واحده بقى، يعني متعين فيها نظام كده جديد اسمه ايس. حلو، الايس مش اللي بنضربه، في عيال بتضرب ايس عندنا في الشارع وحاجات غريبه، لا مش ده، لا ده بقى ده احنا هنا بنضربه، فهناك بيضربهم يعني الايس اللي هناك بيضرب الناس، فاهم؟ احنا هنا اللي بنضرب الايس. صح يا مصر؟ ايه هم الايس؟ هم فرقه هتلاقيهم دايما كده، تشوف فيديوهات دلوقتي حاصله قدامنا على التيك توك والكلام ده كله، عباره عن فرقه من الشرطه، يعني ملثمين كده ولابسين شبه الجيش شويه والقوات الخاصه، وبينزلوا ان هم ايه؟ اي حد مش عاجبنا او شكله مش اجنبي او شكله مش امريكي يعني بمعنى ادق، تعال. يعني انت لو واقف في بنزينه، واقف بتشتري اكل، واقف بتتمشى، بتعمل بتلعب في مناخيرك في الشارع، فاهم؟ لمحتك كده الواد ده مش امريكي، هاتوا الواد ده ولا وش. فهي بتيجي كده، فبقى نظام غريب ومحدش فاهم حاجه، وكله عمال طبعا ايه؟ متضايقين، فاهم؟ الله، هو انت ايه يا اسطى؟ انت بتحول لنا البلد عندنا ايه الكلام إيه؟ انت ديكتاتور، شكلك ديكتاتور، باين انك ديكتاتور، واضح ان انت هتودينا في 60 ده. وطبعا بقى من كتر الفيديوهات اللي بتنزل عباره عن ايه؟ الناس الفرقه دي ناس بتسرق الناس، وقايمه المظاهرات مولعه عند الحاج ترامب او الحاج ابو حنان على راي عمنا عمرو اديب. فده اللي بيدور حاليا من ناحيه امريكا. خلاص قلت لك في الفيديو اللي فات ان في الصومال بتتقسم، وصومالي لاند وقصه كده، لو حاببني استفيد فيها هقول لك برضو عليها. وايران حاليا فيها ثورات بالهبل جدا، عباره عن خلاص هو الشعب صار خلاص جاب اخره، زي ما حصل عندنا كده
25 يناير وفي الثورات الربيع العربي والكلام ده كله، اللي هو الشعب جاب اخره خلاص. فبالتالي طبعا مين يحب قوي الكلام ده؟ امريكا واسرائيل، ده عزه، ده عزه يابا. ده انا بص، ده انا اجي عند الخراب فاهم واشم، فاهم اللي هو تيجي عند توتة القرد وتشمها، دي امريكا خلاص. امريكا قالت سوريا صور، انا عايزك تصور، اقعد سوريا، وتشجع بقى هي امريكا في الشعب الايراني ان هو يصور اكتر، وان هي هتدعمه وتدخل تنقذ بقى الناس وبتاع. وحاليا المترشح من امريكا كمان هو ابن شاه ايران السابق، خلاص مش متذكر الاسم حاليا، انا بدردش معاكم كده بشكل عفوي يعني، بحاول اعرفك كل اللي بيدور. طيب تسكت الصين؟ لا ما تسكتش الصين، ما ينفعش اعدي كده من غير الصين ما تيجي سيرتي، ما ينفع، ما دي زي جارتك الحشريه، فالصين لازم هي انا جايه معاك. هي امريكا بقى يوم ما خطفت الراجل بتاع فنزويلا، راحت الصين بقى عامله ايه؟ راحت الصين طالعه بمناوره عسكريه حوالين تايوان، حوالين جزيره تايوان كلها، حصرتها كده بطلق ونار واسمه ايه ده، واللهم صل على النبي، وصواريخ. وكل ده كان طلق حي، ما كانش تدريبات عاديه يعني. بمعنى ادق ضربوا شمال تايوان، وضربوا جمال تايوان، وضربوا جنوب تايوان. انا اسف والله العظيم، انا بعمل لك الفيديو ده وانت بص اديك شايف، انا بقول لك جمال تايوان يعني، ما اعرفش انا طالع ليه، بس انا زهقان بصراحه من القعده، فقلت اما اطلع اشرح لك بقى انا عرفت ايه في الثلاث ايام اللي فاتوا دول، لان انا بحب جدا ان انا اتابع الاخبار دي. فضربت شمال تايوان وجنوب تايوان، فبالتالي كان تلكيك ملهاش اي لازمه خالص، بس اللي هو ايه، افتح بقك، انا اصلا بتلكك، عشان اول ما هتلكك انا هخش اخد تايوان دي. فالعالم ايه اللي بيدور فيه بقى حاليا؟ ايه اللي بيحصل خلاصه؟ ترامب عايز او خد فنزويلا وهياخد جرينلاند، الصين عايزه تاخد تايوان، روسيا عايزه تاخد، او هي خدت خلاص كده كده اوكرانيا، بس عايزه تكمل بقى ان هي ترجع الاتحاد السوفيتي للوقت بتاعه السابق، لان هو تم التنازل عليه والكلام ده كله. فلسه بوتين عنده حلم ان هو يرجع الاتحاد السوفيتي تاني من الاول، فبالتالي بيحاول ان هو مش بس خد اوكرانيا، لا هو واضح كده ان هو هيلغط فاهم اوروبا كلها. فعشان كده اوروبا طالعين عين امها الفتره الجايه دي. اللهم لا شماتة يعني، بس بصراحه بنبسط من الاخبار مش عارف انا بعمل كده ليه، بس يعني قشطه، الناس دول ورونا كتير يعني. فقول لي رايك، ايه اللي انت شايفه واللي انت نفسك تتناقش فيه، واكتب لي في الكومنتات. وده انا بس والله العظيم انا عيان دور برد يعني مش مجرم يعني، فظيع بجد فظيع، تكسير وسخونيه وحاجات. فيعني مش قادر بصراحه، زهقت من كتر القعده ومن كتر الادويه، مش عارف اعمل حاجه بصراحه. البرد وحش قوي يا جدعان، فربنا يشفي كل مريض. للامانه الصحه دي يا جدعان لا كنز يعني. اما عشان ما اطولش عليك، انا كده عرفتك كل حاجه في السريع. انا اسف مش عارف اعمل لك ليبسنج، مش قادر جسمانيا، مش قادر خالص، بفنش بسبب البرد يعني. فبس ابقى اشوفك تاني يا عم صلاح، وتابعني. يلا سلام يا صلاح.